السلام عليكم. أوضحت والدة لاعب المنتخب الوطني المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي أن المحامي المكلف بالدفاع عن ابنها طلبت من العائلة عدم الإدلاء بتصريحات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حفاظا على سرية التحقيقات. وتابعت سعيدة موح في تصريح لها للعربي الجديد أن قلبها يخبرها أن ابنها بريء وهو يتمتع بحسن التربية، كما أن العالم بأسره يشهد له بأخلاقه العالية والمتزنة ولا يستحق ما حصل له. وأشارت سعيدة في التصريح ذاته إلى أنها تكلمت مع ابنها بعد اتهامه بالاغتصاب وأقسم لها أنه بريء، متسائلة في الوقت ذاته أنه كيف يعقل أن يتهم أشرف في ليلة وجود زوجته في منزلهما بفرنسا، حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات المراقبة في كل اتجاه. وقالت فاني كولان في بيان: لاحظت من جهتي أن المدعية رفضت تقديم شكوى، ورفضت الخضوع لأدنى فحص طبي أو نفسي، ورفضت مواجهة أشرف حكيمي رغم أن الاتهام مبني حصريا على تصريحاتها. وتابعت بالإضافة إلى ذلك: يتبين من الوثائق التي بحوزة الشرطة القضائية أن السيد حكيمي كان في هذه الحالة موضوع محاولة ابتزاز. ووجهت يوم الجمعة تهمة الاغتصاب إلى حكيمي حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير الضاحية الغربية للعاصمة باريس وكالة فرانس بريس. واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي في اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولوني بيلانكور في 25 فبراير الماضي. وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة، ومع ذلك فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية. وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين إلى قاضي التحقيق